اللي بتعمله اداره النادي الاهلي مع الملف بتاع اسامه ابو علي حاجه تتدرس. والله العظيم حاجه تتدرس. اتعلم يا غريمي، اتعلم فن الاداره. يعني العقد بتاع اسامه ابو علي فاضل له 4 سنين وينتهي، ومفيش شرط جزائي في العقد. يعني مفيش حد يجي يقدر يحط الشرط الجزائي ويشيل اللاعب ويمشي. مش هتعرف. طبعا دي تتحسب لاداره النادي الاهلي. انت عايز تمشي بالسلامه، احنا ملناش عزيز. على طول على الدغري كده، احنا عندنا النادي الاهلي بس هو اللي عزيز علينا، انما اي حاجه الاشخاص كلها زائلون، كله يروح في داهيه. احنا ما عندناش عزيز. اللي عجبني اكتر بقى ان مفيش واحد من جماهير النادي الاهلي طلع يتحايل عليه، ولا مجلس اداره، ولا جماهير، ولا اي حد حتى كتب له كلمه على الفيس والنبي خليك يا وسام. عرفت الفرق ما بينه وما بينك؟ فرق كرامه. انا عندي كرامه انت ما عندكش. انت قعدت سنه تتحايل على لاعب عندك انت. ده انت تتحايل عليه هو بس؟ لا، ده انت اتحايلت عليه وعلى ابوه وعلى صاحبه، والجماهير تكتب له وتهتف له، ومجلس الاداره ويديهم ميعاد في الفيلا دي وبهدلكوا بهدلكوا عشان يجدد، وانتوا ما عندكوش كرامه. ده الفرق اللي ما بينه وما بينك. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي. ابعتها له.